يعني هذه رسالة سريعة. الجزيرة ومن يتكلم حتى من أهل العلم والفضل في الجزيرة ممن نصب نفسه متكلما باسم علماء الأمة. نعم. وبدأ يضع كبار أئمة الأزهر وعلماء الأزهر موضع يشبه من موضع التخوين. والواقع أني كنت أتابع هذه المسيرة، مسيرة المتظاهرين المحتجين بكثير من الاعتزاز والفخر. فهؤلاء الشباب الأحرار الأطهار الشرفاء فئة غوغائية الذين في التحرير كانوا على مستوى من الإيمان والأخلاق والمروءة، فئة غوغائية الذين في التحرير بحيث لم يرتكبوا شيئا يعاب. أنا دعوت شيخ الأزهر من قبل وارسلت له رسالة أن يقف مع الشعب ولا يقف مع أعداء الشعب، ولكنه للأسف صدر منه تصريح اليوم يدين المتظاهرين ولا يدين المظلومين ولا يدين الظالمين، ويقول الذين يدعون إلى هذه المظاهرات ليس في قلوبهم ذرة من إيمان. ولماذا تقول هذا على الذين يقفون ضد هذه المظاهرات؟ كل ما يطلب هذه المظاهرات يطلبون أن بعض حقوقهم، يطلبون أن يتعيشوا من حلال، يطلبون الحرية، يطلبون الكرامة. هذا ممنوع على الناس. نحن ننادي إخواننا العلماء الأزهريين أن ينزلوا إلى الشارع بعمائمهم وجبابهم ويقفون مع هذا الشعب، خصوصا يوم الجمعة. أدعو أئمة المساجد وخطبائها أن يخرجوا مع المصلين إلى الشارع وينزلوا إلى. الحبيب الجفري عندما يسمع نفسه مرة أخرى وهو يقصد العلامة القرضاوي، هذا العالم الذي يأتي في قناة الجزيرة وهو رئيس اتحاد علماء المسلمين، والجفري يقول ذلك الآن، والعالم العلامة رئيس علماء المسلمين، رئيس اتحاد علماء المسلمين في العالم، يدعو ويؤيد لنصرة هؤلاء الشباب الذين في ميدان التحرير. يعني أنا لا أدري الجفري بيتكلم عما يتكلم.